ظهرت انه اللي قاعد نشوفه واللي نسمع به واللي يظهر باللقاءات انه هذا المرجع السيستاني وهو المرجع السيستاني، هذا ميت قبل كذا سنه. جيد. 5 سنوات 7 سنوات. ايه. فهذه الفكره قاعد يعني تشعب بين الاروقه، مدارسنا، بيوتنا، يعني اسواقنا، بكل الفئات العمريه اللي قاعد نشوفها، وحتى يعني على مستوى ناس مثقفين واساتذه وكذا يداولون. فاحنا انا بالنسبه لي سؤالي مو على الفكره، وهي الفكره يعني ابواب ونتسذاجل، لكن اريد افهم من يمك تبين لنا مفهوم لردع هذه الافكار على مود ما تتشعب ويؤمن بها اللي وراء مثلا. احسنت جزاكم الله خير. شوف حبيبي ابو الاخ مصطفى، اولا الله يرحم والدك حكايته حلوه، انه الفقر مو فقر المال وانما فقر المحاكي، يعني شلون واحد يكون غنيا بمنطقه ويكون غنيا بخطابه ويكون غنيا بفكره. جيد، ممتاز، الله يرحمه. مسألة هذا الكلام اللي أنه السيد الله يحفظه وهذا هو ميت منذ سنوات، وهذا طبعا هي كلمات مجموعة الصرخية واليمانية والجماعات اللي هم ضد المرجعية وضد النجف عموما، وهذه أيضا يدخل تحت قاعدة، يعني تحت هذا الشعار: حدث العاقل بما لا يليق فإن صدقه فلا عقل له. يقول سيدنا أساتذة أخي الكريم، أي أستاذ، يعني ما أريد أنا حسب تعبيرنا شوية أقسو وياهم، ولكن أقول أي أستاذ يكون أستاذا وهو يستمع للأباطيل والترهات. هذا المرجع اللي تقولون عنه وتسمعونه يدخل إليه الخاص والعام والعدو والصديق، وتعرض إلى حسب تعبيرنا عمليات جراحية، إلى قضية طب وأطباء وفحص. هذا الكلام اللي يقال على أنه هذا مو هو، هذا لازم إحنا نصير مضحك إنصافا. من يقول ذلك لابد أن نضحك على عقله. فإن ما الحمد لله رب العالمين ما نتمتع به من مرجعية واعية وطيبة وملتزمة، وكثير من الأحيان الله يوفقني أن أصل بخدمته، منطقه، كلامه، وعموما إحاطته بالأمور هذه تفند كل هذا الكلام الذي يقال. الشيء الآخر، إحنا عندنا ثقة بأنفسنا وبعقولنا، واللي عنده ثقة بنفسه وبعقله بعد ما يتنزل إلى هذه الترهات والأباطيل التي تنشر من هنا وهناك. والله واحد حاط له كاميرا وشوف السيد جاي يشلع ما أدري القناع شنو القناع يا أخي؟ رجال قبل فترة تحاليل وعملية وافتح رجله والورك مالته انكسر ما أدري إيش، وتحاليل يومية، رايحين جايين أطباء. هذا الكلام يعني أطباء كلهم شنو ذولا؟ قلت بعض الأحيان إنصافا كلام لا يحتاج إلى بيان. حسب تعبير بعض الحكماء يقول: من أشكل المشكلات توضيح الواضحات. نسأل الله العافية إن شاء الله تعالى.